السلام عليكم مربين الدواجن في كل مكان. الكخة أو العطسة في العنابر المفتوحة خصوصا في فصل الشتاء واحنا داخلين على أبواب فصل الشتاء، دايما بتكون الكخة أو العطسة هي المشكلة الأكبر والأشهر في العنابر المفتوحة عنها في العنابر المغلقة. ده لأن العنابر المغلقة بتكون المشكلة أو التهوية سهل إن أنت تتحكم فيها، هي فتحة واحدة فيها الخلايا والشفاطات والدنيا سهلة وبسيطة. لكن في العنابر المفتوحة انت ما بتبقاش عارف اتجاه الرياح بكره جاي منين، ما بتبقاش فاهم الضربه هتيجي ازاي. يعني لو افترضنا ان ده عنبر من العنابر المفتوحه، ودي مثلا على سبيل المثال شبابيك التهويه، النهارده الهواء ممكن يجي من الجنوب، بكره ممكن التهويه او الرياح تيجي من الشمال، وهكذا، او تيجي من الشرق. فهنا في مشكله في ايه بقى؟ توزيع الدفايات داخل العنبر. ازاي توزع دفاياتك في العنابر المفتوحة؟ النقطة التانية، هل المضادات الحيوية لها علاقة في علاج الكخة او العطسة؟ طيب هقدم لك النهاردة إجابات إن شاء الله عن معظم الأسئلة المرتبطة بالكخة أو العطسة في العنابر المفتوحة، وطريقة التهوية الصحيحة وتوزيع الدفايات بشكل ممتاز داخل العنابر المفتوحة خصوصا وانت داخل على فصل الشتاء. أرجو في البداية قبل ما نبدأ ما تنساش إن اللايك الجميل لا يسبب الوفاة ولا يدمر الصحة. يعني اللايك بتاعك ده ممكن ينشر الفيديو لإخواننا مربين الدواجن على مستوى الوطن العربي. اعتبر نفسك يا سيدي بتزكي عن علمك. وكمان ما تنساش إنك تشترك معنا في القناة علشان يصلك كل جديد. ولو عندك أي سؤال اكتب لنا في التعليقات سؤالك وإن شاء الله نرد على سيادتك في التعليقات. ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. أو افترضنا إن ده عنبر من عنابر المفتوحة، ودي على سبيل المثال شبابيك العنبر. افترضنا مثلا إن العنبر ده فيه 6 شبابيك في اتجاه الجنوب، وزيهم 6 في اتجاه الشمال، وممكن نقول 3 مثلا شبابيك في اتجاه الشرق. حلو. وانت عندك مثلا 8 دفايات. طيب ازاي توزع الدفايات داخل العنبر؟ هل ينفع تحط ال8 دفايات في اتجاه واحد، اتجاه الشمال مثلا، ولا اتجاه الجنوب، ولا توزعهم بشكل عشوائي في العنبر؟ خد بالك قبل ما اقول لك الاجابه، افهم كويس ان الكخه او العطسه ما هياش مرض. الكخه او العطسه دي عرض لايه؟ عرض لاختلاف التهويه والحراره داخل العنبر. يعني لو التهويه والحراره مستقرين، اول العنبر زي اخره، شمال العنبر زي جنوبه، يبقى كده انت بتتحكم في موضوع الكخه او العطسه. علشان كده العنابر المغلقة بيكون نادر او مش هتلاقي الكخة او العطسة الا في منطقة التبريد. دايما منطقة التبريد هي اللي ممكن تلاقي فيها ايه؟ كخة او عطسة. لكن في العنابر المفتوحة الموضوع بيكون مشهور جدا ومربك ومحير لمربين الدواجن. هقدم لك النهاردة اجابة عن معظم الاسئلة، فعلشان كده انا عايزك تكون فاهم ايه؟ فاهم ان الحرارة اختلافها داخل العنبر مع التهوية هو السبب الرئيسي لسماع الاصوات التنفسية او الكخة او العطس. وعايزك تفهم كمان ان المضادات الحيوية استخدامها لا يؤثر على ارتفاع الاصوات او زيادة الكخة او نقصانها. المضادات الحيوية يا شباب احنا بنحطها للوقاية من نشاط البكتيريا او لعلاج البكتيريا. يعني اصلا ما ينفعش انك تاخد قرار تحط مضاد حيوي لمجرد ان في اصوات او كخه. لازم تشرح وتشوف هل النافق في ارتفاع ولا لا، هل في تنفسي في CRD في النافق ولا لا. لكن لو في شرحت ولقيت ما فيش CRD، نافق معوي مثلا بسيط ما بيزيدش عن 1 في الألف، يبقى ما ينفعش تحط مضاد حيوي تهلك بيه كلية وكبد الفراخ في الفاضي، وتهلك بيه جيبك وفلوسك. انت راجل في مشروع اقتصادي، ما ينفعش ترمي فلوسك كده في الهواء. طيب نرجع مرجوعا. طب انا دلوقتي يا دكتور عايز افهم ازاي اوزع الدفايات داخل العنبر. اللي بيحصل يا حبيبنا ان حضرتك لو عندك مثلا 8 دفايات في العنبر، الافضل تحط الانابيب الغاز دي تحطهم في نص العنبر، وبخرطوم طويل بتبدأ انك تحرك ال8 دفايات في الاتجاه اللي انت عايزه. يعني الغاز الانابيب في نص العنبر، تمام. الخراطيم بقى تقدر تسحب من خلالهم الدفايات، لا اما في اتجاه الجنوب لا اما في اتجاه الشمال. ليه بقى؟ لان الموضوع متغير كل يوم. تصحى الصبح بتشوف الاخبار وبتشوف اتجاه الريح من خلال مثلا انك ترمي شويه تراب في الهواء كده، وبتشوف اتجاه الريح رايح فين وجاي منين.
وبناء عليه بتحط الدفايات 90% من الدفايات في اتجاه الرياح جايه منين. يعني لو الرياح جايه من الشمال يبقى انا عندي مثلا 6 دفايات في اتجاه الشمال ودفايتين مثلا في وسط العنبر علشان تعمل توزيع متناسب للحراره. طب انا جيت مثلا بالليل الهواء عكس معايا واصبح اتجاه الريح من الجنوب، يبقى بسرعه بنقل ال6 دفايات في اتجاه الجنوب. لكن خد بالك من حاجه، لو انا عندي 6 دفايات ومثلا 10 شبابيك، ازاي هحط ال6 دفايات تحت ال10 شبابيك؟ اللي بيحصل يا شباب انك لازم تاخد بالك ان الفتحه او الشباك اللي تحته دفايه ممكن ده افتحه بزياده، والشباك اللي مفيش تحته دفايه ده اللي ممكن افتحه بحاجه بسيطه، نسبه بسيطه. يبقى لازم ابقى اشغل دماغك، لازم وانت قاعد في العنبر تبقى فاهم كل خطوة وكل متر في العنبر. العامل الشاطر بيشم ريحة العنبر، بيلف كده لفة في العنبر من خلال المناخير بتاعته. يعني العامل الشاطر عبارة عن مناخير شاطرة مش أكتر، ماشي؟ مناخيرك شاطرة بتشم كويس، يبقى انت كده راجل فاهم ازاي تهوي. فانت بتبقى ماشي في وسط العنبر كده او بتلف حوالين العنبر، لو جيت في باكيه لقيت في برد كده جه على وشك او حسيت ان الهواء بارد في مناخيرك، هنا المنطقه دي ممكن تكون محتاجه حاجه من اتنين: اقرب منها دفايه او اقفل الشباك شويه. دي الفكرة، انك دايما تاخد بالك من توزيع الحرارة والتهوية داخل العنبر. طيب يبقى انا النهاردة توزيع الدفايات بيتناسب مع او بنحط الدفايات حسب اتجاه الرياح. واللي يساعدني على كده ان تكون الخراطيم اللي انا هربط بيها مع انابيب الغاز خراطيم طويلة، اقدر احرك الدفاية في الشمال ماشي، اقدر اجيبها في الجنوب ماشي، بحيث ان حسب اتجاه الرياح كل يوم الصبح تعمل كده. كل يوم الصبح تصحى تشغل مخك وتشوف ازاي توزع الدفايات في العنبر. دايما الواحد لما بيدخل عنبر من العنابر المفتوحة من على باب العنبر كده بتعرف العامل شاطر ولا لا، يعني او بتعرف المشكله ممكن قبل ما نحط دواء. يعني خد بالك حكايه الادويه والمضادات الحيويه دي مجرد عكاز بيسندك 2-3 لحد ما تظبط انت عنبرك. يعني لو انت مش هينفع تعتمد على الدواء مجرد بس انا بسندك 2-3 بس ان البكتيريا ما تنشطش. لكن لو السبب الرئيسي اللي هو المانجمنت والتهوية والرعاية داخل العنبر لو انت ما ظبطتهاش، والله لو جبنا صيدلية مصطفى محمود ما فيش فايدة. لازم تعتمد على نفسك، على التهوية، على الحرارة، على الرعاية. لان الطب البيطري او تربية الدواجن هي طب وقائي. يعني لما نقع في مشكلة في نافق في العنبر، الحل مش المضاد الحيوي، الحل هو ايه اللي جاب النافق ده، في ايه السبب الرئيسي، هل تهوية، هل علف، هل رعاية، هل نشارة، ده العلاج. اما المضاد الحيوي ده مجرد مسكن عكاز بيسندك 2-3 لحد ما تحل مشكلتك. طيب معلش انا طولت عليكم في النقطة دي، نرجع مرجوعا. هل بقى المضادات الحيوية بتعالج الكخة؟ يعني هل لو حطيت مضاد حيوي الكخة بتخف؟ الحقيقة الصادمة لا، مفيش اي علاقة. احنا احيانا بيبقى فيه فراخ فيها صوت ضفادع، صوت يعني، لكن مفيش نافق ومفيش مشكلة في سحب العلف ومفيش بكتيريا، ومع ذلك الاوزان ممتازة والفراخ 100 ومفيش اي مشاكل. وفي احيانا تحط مضاد حيوي لفراخ فيها بس عطسة خفيفة كده، تلاقي بعد 2-3 العطسة بتزيد عادي، لان المضاد الحيوي ليس له علاقة بالكخة والعطس. زي ما قلت لك في بداية الحلقة، الكخة او العطسة علاقتها او سببها بيكون توزيع الحرارة والرطوبة داخل العنبر، تعرض الكتاكيت لبعض البرودة او بعض الحرارة او اختلاف درجات الحرارة داخل العنبر. علشان كده العنبر ده هو كلمة السر. الرعاية داخل العنبر هي مفتاح الحل او العلاج الرئيسي في موضوع لو في نافق في العنبر. يبقى انا النهاردة في فصل الشتاء داخل عليا دلوقتي مشكلة التهوية، هعمل ايه؟ هظبط التهوية واوزع الدفايات بالشكل اللي يناسب يوميا اتجاه الرياح، والشباك اللي مش تحته دفاية
ما افتحوش زيادة، افتحه حاجة بسيطة. اما الشباك اللي تحته دفاية افتحه بزيادة وانا مطمئن، لان الهواء هيدخل هيدفى الاول وبعدين ينزل على الفراخ. الناحية التانية لو التهوية ماشية في الاتجاه ده ما ينفعش احط دفاية تحت الشباك، لان الهواء هيطلع، الهواء السخن هيطلع على طول، مش هستفيد، الفراخ مش هتستفيد بيه. لازم في حالة، طب افرض ان في يوم الهواء ساكن، لا في بقى رياح شرقية ولا غربية، برضو تشغل دماغك، يبقى في الحالة دي تبعد شوية الدفايات عن الشباك وتوزعها بشكل متساوي بالعنبر كله. في الحالة دي تقدر ان انت توزع بشكل متساوي. الخلاصة كل عنبر له خصوصيته وكل مناخ له ظروفه، لكن داخل العنبر العامل اللي بيربي او قاعد في وسط الفراخ هو الاساس وهو مفتاح السر اللي يقدر يحافظ على مالك، خصوصا في موضوع التهوية في فصل الشتاء. طبعا الموضوع بيكون صعب جدا، يعني انا عايزك برضو تعذر العمال اللي معاك، ما تبقاش عنيف معاهم، الموضوع بيكون صعب مش سهل، لكن مع الايه يعني مع المتابعه اليوميه، وان انت حتى لو حصل كخ او عطسه ترجع تظبط عنبرك تاني، خلال يومين 3 هتلاقيها ان شاء الله اختفت. بنحط مضاد حيوي علشان نتفادى ان يكون في بكتيريا، او ان يكون العطسه دي صاحبه البرد، يعني في برد فعمل عطسه، في البرد ده يعني بكتيريا CRD، في الحاله دي بنحط مضاد حيوي. لكن لو مجرد عطسه بسبب اختلاف درجات الحراره ما هياش مسببه، يعني مثلا مناعه الطيور قويه فما عملتش بكتيريا، في الحاله دي مش محتاج مضاد حيوي. اللي يفيدك في كده تشريحك اليومي، حركه النافق رايحه فين، هل بيزيد ولا بينقص، النقط دي تاخد بالك منها قبل ما تحط مضاد حيوي تهلك بيه كلية وكبد الفراخ او تضيع بيه فلوسك في الفاضي. دايما المضاد الحيوي ده سلاح عايزك تحطه في الوقت المناسب بالجرعة المناسبة زي ما شرحت قبل كده، علشان تجيب منه نتيجة وتاخد منه النتيجة المرجوة يعني. طيب بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، لكن أكيد عندك أسئلة، اللي عنده أي سؤال أو أنا نسيت أقول أي حاجة طبعا التعليقات اكتب سؤالك، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم، ويا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.